الرجاء الرياضي في الصدارة ديال البطولة الوطنية قبل جولة واحدة من النهاية ومن الحسم ديال البطولة الوطنية. فريق الرجاء الرياضي الآن مصيره بين يديه، ما بقاش المصير ديالو من بين الجيش الملكي والفرق اللي كيلعب بليها. الآن فريق الرجاء الرياضي في الصدارة بفارق نقطة واحدة على الجيش الملكي. باقية له مقابلة أمام مولودية الوجدية، إلا قدر أنه ينتصر فيها غيحسم الأمور بشكل نهائي، وغيكون إن شاء الله هو البطل ديال البطولة الوطنية هذا الموسم هذا. صراحة انتصار على الوداد البيضاوي غيعطي واحد الدفعة معنوية باش أننا ندخلوا المقابلة الجاية أمام مولودية وجدة بمعنويات عالية. الجيش الملكي اللي عنده مقابلة لا تقل صعوبة على فريق الرجاء الرياضي أمام فتح الرباطي بالإدارة ديال السلامي اللي كنعرفوه أنه رجاوي وغادي يبغي أنه يهدي اللقب الفريق الرجاء الرياضي. المقابلة ديال الرجاء أيضا ما غاديش تكون سهلة، مقابلة غتكون أمام مولودية الوجدية اللي غادي يبغي أنه يبقى في البطولة الاحترافية. صراحة المقابلة ديال الرجاء اللي كيقول أنها سهلة، أنا كنظن أنها أصعب مقابلة للفريق الرجاء الرياضي أمام مولودية الوجدية، لأن الرجاء خصها أنها تربح وخصها أنها تدافع مزيان باش ما تستقبلش هدف وتستقبل مفاجأة، وهادو كيبقاو أصعب مقابلات اللي خصك أنك تكون مركز فيهم 100%. المقابلة ديال الجيش أمام الفتح الرباطي أيضا ما غاديش تكون سهلة. فتح الرباطي اللي غادي يبغي أنه يعزز المركز ديالو وأنه يتقدم باش أنه يحاول يلعب أحد الألقاب القارية. صراحة مقابلتين اللي غادي يكونوا حاسمتين. فريق الرجاء الرياضي اللي ولا كل شيء بيديه إلا بغى يحسم البطولة خصو أنه ينتصر في هذه المقابلة. بالنسبة للمقابلة ديال الوداد، الفريق الأخضر اللي صراحة رغم الأداء الباهت منذ آخر مقابلتين اللي بان لنا فريق الرجاء الرياضي بالشخصية القوية والشخصية ديال البطل أمام الحسنية وأيضا بركان. المقابلتين الأخيرتين لا أمام طنجة لا أمام الوداد، فريق الرجاء الرياضي اللي تراجع المستوى ديالو بشكل خايب بزاف. ممكن نقولوا ان الضغط ديال المقابلات انهم هو اللي خلاو الفريق انه يرجع في هذا المستوى، لكن المقابله ديال وجده راه خص ان الفريق يكون مركز. زين باور خصو انه يكون مركز، اللاعبين خصهم انهم بدنيا ذهنيا يكونوا عاطين 100%، لانها المقابله ديال الموسم باش ان شاء الله يتوج فريق الرجاء الرياضي بالبطوله الوطنيه هذا الموسم هذا. نتمنوا خير ان شاء الله في هذه المقابله هذه، ولكن الحمد لله حنا تايقين في اللاعبين وايضا في الطاقم التقني ديالنا ان هذه المقابله هذه ان شاء الله غتربح، لانها مقابله ديال انقاذ مواسم ماشي غير موسم. لان فريق الرجاء الرياضي سنوات هذه ما قدرناش ان نتوجوا بالبطوله، وجات ان شاء الله هذه الفرصه هذه اللي هداها لنا المغرب التطواني اللي كنشكروه كثيرا. الفريق خلي نزيه، الفريق اللي بين انه فريق اللي ما كيامنش بعطيني نعطيك، فريق اللي كيدخل التيران كيقدم المطلوب منه واخا انه ما كيعنيش الصداره وما كتعنيش هذه المقابله، لكن فريق اللي بين لنا انه عنده علاقه مع فريق الرجاء الرياضي، خصوصا ان كنعرفوا المدرب ديالو جريندو. صراحه كنشكروا المدرب جريندو وايضا الاداره ديال المغرب التطواني على هذه النتيجه هذه وعلى الاداء اللي قدموا امام الجيش الملكي وعلى النزاهه ديالهم اللي بينوا لنا ان هناك فرق اللي باقي نزيهه اللي كتدخل وكتقدم الاداء المطلوب منها وما كتدخلش في ديك الترهات ديال اعطيني نعطيك وبيع لي نشري لك. مبروك الفريق الرجاء الرياضي الصداره ديال البطوله الوطنيه، ونتمنى ان شاء الله المقابله الجايه انه يعزز فيه الصداره وانه يتوج بالبطوله ان شاء الله. كل شيء بين يدين فريق الرجاء الرياضي. نتمنى ان ربي ما يخيبناش ولا ايضا اللاعبين وايضا الطاقم التقني ما يخيبوناش، وان شاء الله في اخر الموسم نكونوا متوجين بالبطوله وكاس العرش، لاننا اشتقنا بزاف للالقاب. لان فريق الرجاء الرياضي بعد على البوديوم سنوات هذه. صراحه مدرب زين باور مدرب اللي عالمي كيقدم اداءات كبيره مع فريق الرجاء الرياضي، رغم انه في المقابلتين اللي فاتوا المستوى ديال فريق الرجاء الرياضي تراجع بزاف، لكن الاهم والمهم كان هو الانتصار، ولينا كنقدروا وكنعرفوا كيفاش ننتصروا باقل مجهود واخا يكون الاداء باهت. وهذا الشيء هذا اللي كيخليك انك يكون عندك ديك الصفه ديال البطل وديك الصفه ديال الانتصار. فريق الرجاء الرياضي غادي في الطريق الصحيح، نتمنى انه يتزكى ان شاء الله في المقابله الجايه والتتويج بالبطوله الوطنيه. نتمنى ان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجاي ونكونوا ان شاء الله فرحانين وناشطين وزاهيين وكنحللوا المقابله والانتصار على مولوديه وجده، وايضا كنباركوا الجماهير فريق الرجاء الرياضي البطوله الوطنيه. نتمنوا خير ان شاء الله ونتلاقاو في فيديو جديد وفي اخبار جديده.